السلام عليكم مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لكم افتتاحية موقع عواتي دوت كوم التي نشرت في الثاني من آب أغسطس لعام 2023، وهي مترجمة من اللغة الإنجليزية بغرض الوصول إلى جمهورنا الناطق بالعربية. تمت ترجمة المادة وتحريرها من قبل متطوعين من مؤيدي عواتي دوت كوم، ويقدمها لكم أحد أصدقاء موقع عواتي. أعزائنا الأفاضل، نتمنى لكم متابعة ممتعة. ابن أفورقي وعساكره من النمور. هذه هي الأنغام المترددة في عبادة إسياس أفورقي الذي يمجده بها أتباعه المسيرة عقولهم بالتلقين. في الأسبوع الماضي التقى الدكتاتور الإريتري بالرئيس الروسي بوتين وقدم له نصائح سخية حول كيفية إحياء النظام العالمي ثنائي القطب المنسي تقريباً. إن الاهتمام الذي استمع به بوتين يعطي الانطباع بأن دوائر الاستشارة الاستراتيجية لبوتين من الكي جي بي والسياسيين جميعاً لا يستطيعون إدارة بلادهم بنفسهم، وهم بحاجة ماسة لإرشادات ديكتاتوريين عاجزين في إدارة بلادهم بشكل صحيح، وكأن لديهم ميزة على روسيا حتى لو كانوا ديكتاتوريين. Hegemonistic ideologies were there to control the whole world. إن الحكام الديكتاتوريين مصابين بجنون العظمة، ولديهم جراءة تسمح لهم بعرض هذه العلة على الملأ دون قطرة من الحياء، تماماً كما فعل إسياس، فإنهم يعتبرون قادة القوى العظمى تلاميذ عاجزين متعطشون لابتكارات استراتيجية متدنية المستوى لا تضيف شيئاً للبشرية. يبدو أن شعارهم هو إحياء النظام العالمي ثنائي القطب القديم، لكن هل هذا يعني أن النظام الثنائي القطب قد انتهى؟ We have infrastructural programs, ports, airports, roads, railways, ropeways, energy programs. قد لا يعتقد إسياس ذلك، لكن القوى العظمى لا تموت بصمت مثل أسد جريح، ويشعر إسياس بداخله أن لديهم بعض الحياة المتبقية فيهم، وإن لم تكن قوية كما كانت في السابق. ومثل أي دكتاتور آخر لديه حنين إلى عالم الصراع الذي يمزقه التناحر، وهو يرغب في إحيائه. على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك شهد الغرب عودة مروعة لظهور جيوب الفاشية في أجزاء كثيرة من العالم، ولا يزال العالم يمر بمرحلة عصيبة في محاولته لخلق نظام عالمي حميد وإنساني، بدلاً من عالم تغمره الفوضى الدائمة التي تسببها الصراعات والمواجهات العنيفة التي يكون ضحاياها دائماً هم المضطهدين. لا يزال الغرب ساحة معركة ومواجهة سائرة نحو العنف بين القوى التقدمية وأعدائها التقليديين الذين يوصفون ارتجالاً بالرأسماليين. في معظم الأوقات ينشغل اليسار بمسائل سلوكية هامشية غير مؤثرة، ولكن بالنسبة لبقية العالم الثالث ليس هناك ما هو أهم من تحقيق سبل الرفاهية البشرية في ظل سلام سائد. وإن المجتمعات التي لا تستطيع تأمين قوتها اليومي أو الحصول على التعليم المناسب لشعوبها أو إرساء الاستقرار في بلدانها وإحيائها ليس بوسعها أن تهتم بالمشاحنات الصغيرة في الغرب. NATO is defunct. NATO does not exist. NATO is under intensive care. يتمحور موضوعنا لهذا اليوم حول إسياس أفورقي، دكتاتور إريتريا، الرجل الذي يعتقد أنه هبة الله للبشرية، وتثبت طبيعته المتسمة بالمواجهات أنه لا يفكر كثيراً في الاستقرار، وهوايته المفضلة هي افتعال الظروف المواتية لخلق عدم الاستقرار وصراعات دائمة. Every industry is involved. Projects on infrastructure for example. زار إسياس الصين مرة واحدة في الشهر الماضي، وزار روسيا مرتين، وفي كلتا الحالتين أظهر بوضوح للعالم وهم قدراته وأسلوب حكمه الخشن،
وهو شيء يعرفه ضحاياه منذ زمن طويل. الآن يبدو أنه يحلم بقيادة مواجهة أكثر جدية نيابة عن روسيا، نفس روسيا التي حاربت منظمة التحرير التابعة له لمدة عقدين تقريبا، عندما كانت روسيا ضمن الاتحاد السوفيتي. is a subsistence economy. ولكن كان ذلك خلال حقبة الحرب الباردة التي اعتقد الكثيرون أن ذلك قد أنهى قوانين اللعبة السياسية القديمة. ومع ذلك فإن الحنين لذلك الزمن قوي للغاية، لدرجة أن إسياس يعتبر إحياءه أمراً ضرورياً، حتى لو كانت هذه هي آخر مهمة جديرة يجب عليه إنجازها خلال بقية عمره. I can say who is the leader of this show. Mr. Vladimir Putin is the leader of the show. أعلن إسياس أن أوروبا تحت العناية المركزة فعلاً. هل يعتقد أن الغرب مريض للغاية وأصبح ضعيف لا حول له ولا قوة، حتى أن وخز أعينه لا يثير ردة فعل منه ويمر دون عواقب؟ Identifying the role of each and every one of us in the whole story. Economic program, energy, water. يعتقد إسياس المتوهم أنه خبير في أي شيء تحت الشمس، ولهذا السبب شخص الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ميتاً، بينما كان بوتين يستمع بما يبدو باهتمام. ربما بوتين كان يسأل نفسه: من يعتقد نفسه هذا الأحمق حتى يخاطبني بأبوية وعنجهية؟ ومع ذلك فإن اللياقة الدبلوماسية لم تغب عن بوتين، وحافظ على مكانته وتعبيرات وجهه الدبلوماسي باعتباره رئيس دولة، سلوك لا يستوعبه المحاضر إسياس المتبختر. وعباد إسياس تقلد هذا السلوك الفاشي وتعمل بجدية لتصديره إلى إريتريا المحاصرة وجوارها. Each and every infrastructure program, roads. ومع ذلك إن كنت تعتقد أنهم لا يملكون القوة ليحسب لهم حساب، فهم كما أوضح زعيم شلتهم. نأمل أن تلاحظ المقاطع المتداولة من احتفالاتهم المعتادة ولم يتم تصويرها في إريتريا. إنها عروض وأنشطة تلقينية أو ترفيهية يتم عرضها في الغرب، في أوروبا موطن الاتحاد الأوروبي والناتو المزعوم أنه تحت العناية المركزة. لهذا الغرض يتدرب الأطفال الصغار والكبار. For us, there could be other resources, oil, gas, minerals, whatever. يمكنك أيضاً مشاهدة عدة مقاطع أخرى لشبيبة إسياس، وهي شبيهة بشبيبة هتلر، تظهر مهاراتها القتالية مصحوبة بمؤثرات صوتية قتالية. إنه لأمر مخيف للغاية. على أي حال لا يجب أن يستهان بآثارها، إنها القناعة والتلقين، وليس السلوك المحفوف بالمخاطر فحسب، بل حتى مؤثرات الحرب الصوتية أو الملابس العسكرية، بل تلقين العنف المستمر، دلالات واضحة لما هو آت. Mobilizing resources is a shared responsibility, and we can mobilize our own resources from whatever is available. حرية التعبير عن الرأي مقدسة في أي جزء متحضر من العالم، وفي الغالب يبدو أنه يقتصر على الغرب، ولكن حتى تلك الفكرة النبيلة تتطلب مسؤولية ورقابة قانونية صارمة حتى يستفاد منها. فلا يجب على شخص عاقل أن يعطي مسدساً لطفل ويشكو عندما يقتل به شخصاً ما. Now the fighting going in Ukraine, it's their battleground. على مر العصور كانت البشرية تختنق بصمت، لأنه من الخطر التعبير عن آلامهم وقلقهم بحرية. يبدو أن الترياق بدا ما يطلق عليه وسائل التواصل الاجتماعي، وتوقعه الكثيرون نعمة للبشرية، ولكن عواقب إعطاء مكبرات الصوت للمتطرفين وتوفير قنوات توزيع غير محددة لهم أثرت بشكل سلبي على العديد من المجتمعات. إن خطاب الكراهية غير المقيد والمضايقات العلنية
وزرع بذور النزاعات والترويج للعنف المروع أصبحت شائعة جدا ولا يمكن تجاهلها. ووجد الدكتاتوريون والسياسيون المتهورون بما فيهم الفاشيون والمتعصبون والإرهابيون وسيلة لنشر الخوف والذعر في أنحاء العالم، وأوصلت البعض منهم إلى السلطة بأسلوب غير They شرعي. are printing money. They are not manufacturing anything at all. ومقارنة بفوائدها، أثبتت وسائل التواصل الاجتماعي أنها يمكن أن تكون قاتلة ومدمرة إن تركت بدون حماية قانونية مناسبة، لا سيما في دول العالم الثالث، حيث يستخدمها الدكتاتوريون وطوائفهم لمفاقمة مآسي المجتمعات المحاصرة. تسببت المجموعات المذكورة أعلاه في نشر الفوضى بين العديد من الإريتريين الأوروبيين، ومعظمهم إما من اللاجئين السابقين الذين فروا من اضطهاد إسياس أو أطفالهم المولودين في الخارج. إنه مثال حي لما يعانيه المجتمع الإريتري في كل مكان، حيث أصبحت حياتهم تدور حول النزاعات العسكرية وحول المعاناة التي تخلفها. This is a continuation of the classical slavery. After slavery, والمثال التالي يوضح ذلك الموقف جلياً. في هولندا التي كانت حتى وقت قريب آمنة نسبياً للعديد من المواطنين الإريتريين الهولنديين، تغيرت الأوضاع بسرعة. يتعرض الكثير منهم للتنمر والتهديد إذا أظهروا أي معارضة لنظام إسياس، ومع ذلك فإن الشرطة والأجهزة الأمنية، كما شهد بعض الضحايا، تتعامل مع هذه التجاوزات باستخفاف، معتبرة هذه الانتهاكات نزاعات كبيرة للأطفال المشاغبين. it's a matter of grabbing other resources. قد يعتقد المرء أن اتخاذ إجراءات صارمة قد يتعارض مع حرية الأفراد وحرية بلدان مثل هولندا تتطلب حماية مناسبة. يجب أن يواجهوا بجدية قرار تطبيق القانون. يجب إدخال هذا القانون على العناصر المارقة، سواء كان ذلك في هولندا أو في أي مكان آخر. أولئك الذين يريدون أن يعيشوا وفقاً لقانون الغابة يجب أن يذهبوا إلى الغابة. يجب ألا يسمح لهم بممارسة قوانين العصابات الخاصة بهم بين الشعوب المتحضرة. قد تعلمنا الكثير من القصص من ضحايا التحرش في الغرب في هولندا. على سبيل المثال، اشتكوا وقالوا أنهم مرعوبون من ظاهرة عبادة إسياس، كما يزعمون أن الشرطة لم توفر لهم الحماية. قد تعتبر الشرطة خطأ أن هذا أمر غير مهم للغاية ولا يمكن القيام به، لكن المواطنين الملتزمين بالقانون يتمنون أن تستيقظ قوات الأمن وتستخدم سلطاتها القانونية وتؤدي واجباتها. من المحبط ملاحظة أن وسائل الإعلام لا تعطي مثل هذه التجاوزات الاهتمام اللازم الذي تستحقه أو تحقق في مثل هذه الحالات للتأكد من الأسباب الجذرية. من المحزن أن الإريتريين محرومون من العدالة والحرية في بلادهم الأصلية، وحرمانهم من العدالة في البلدان التي لجأوا إليها. قد يكون هذا الإهمال للأمن الشخصي علامة ومقدمة لانتهاكات خطيرة قد تؤدي إلى انهيار القيم الغربية أكثر من عدم وجود عالم مستقطب تصادمي كما يتخيله إسياس. hegemonize. We have seen what they have done the last 30 years.